حاليا الساعة 6:30 الصبح وأنا كلش جوعان. تعالوا خلينا نسوي ريوق عراقي كلش طيب. يلا رحت للأسواق وشنو جبت؟ باقلة. تعالوا نسوي أنا وياكم باقلة بالدهن كلش سهلة وطيبة. يلا نجيب جدرية ونضيف بيها قلاص مي واحد ونخليها على الطباخ إلى أن يبدي يغلي المي ويانا. أنا نسيت أضيف الملح، انتو لا تنسوا نضيفوا ملح. ولما يبدي المي يغلي شنو نسوي؟ ننزل الباقلة. يلا مثل ما تشوفون هسه نزلنا الباقلة ونخليها إلى أن تبدي تغلي ونضيف الخبز وخليكم متابعين. نجيب طماطاية وبصلاية وتعالوا نقطعهن. يلا حاليا قطعنا الطماطة، تعالوا نقطع البصل. يلا شوف اللوحة الفنية يابا، عاشت ايدي، معدل فديتني. وهسه لما بدأت تغلي الباقلة تعالوا نضيف الخبز. يلا نضيفها بهذا الشكل ونغمسها بالمي بهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم. وهسه صبيناها مثل ما تشوفون، بس هذا مو الشكل النهائي، خليكم متابعين شنو نسوي انا وياكم. يلا نجيب طاوة ونضيف بها زيت بهذا الشكل، زيت قليل لا تخلون هواية، شي بسيط خلوه مثل ما تشوفون، شي قليل مو هواية. وبماعون نخبط بيضة وننزلها بالطاوة وننزل البيض عليها. بس عبالكم كملت؟ لا ما كملت، تعالوا بعد نخلي بها اشياء. بس شوف اللوحة الفنية، شوف الجمال يابا، عاشت ايدي. وهسه اهم شي نجي نضيف لها بطنج مثل ما تشوفون، بس شي قليل مو هواي، البطنج ينطيها طعم كلش طيب. عبالكم كملت؟ لا ما كملت. واهم شي نجي نضيف لها الليمون، انا حستخدم هذا الليمون مثل ما تشوفون بهذا الشكل، اشبعها ليمون، طعمها يخبل وانصحكم بيها وكلش سهلة وبسيطة ومو صعبة. ولا تنسون لايك وفولو